من المواد الغنية بالفوائد للجسم والبشرة والمناعة والقلب، بس محدش مديها حقها. هي البيتا كاروتين. البيتا كاروتين هتخلي بشرتك نضرة جدا ومناعتك قوية، وفوائد كتير جدا للصحة هنتكلم عنها النهاردة. هنتعرف على فوائدها ومصادرها وازاي هي حل سحري لحاجات كتير جدا لينا ولأطفالنا وللناس الكبيرة في السن كمان. كمل الفيديو للآخر عشان تستفيد، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل معلومة جديدة من قناة يونيك. اعمل لايك لو عجبك الفيديو، ويلا بينا نبدأ. البيتا كاروتين موجود في كتير من الخضار والفاكهة، تحس ان هو المسؤول عن ميول اغلبية الاكل للون الاصفر او الاحمر او البرتقالي. معظم الاكل اللي بيبقى فيها الالوان دي بيبقى فيها بيتا كاروتين بخلاف الخضار. فمثلا عندك الجزر، البطاطا الحلوة، البروكلي، القرع، المانجا والخوخ والبرتقان والبطيخ، الشمام والمشمش. فلفل الالوان من الخضار فيه البسلة، طماطم، السبانخ، ورق الخس اللي من بره. في الخضار كل ما كان الخضار اخضر كل ما كان غني اكتر بالبيتا كاروتين. زي ما احنا شايفين ان البيتا كاروتين موجودة في اغلب الاكل اللي احنا بنحبه سواء خضار او فاكهة. البيتا كاروتين من اهم فوائدها ان هي مضادة للاكسدة. يعني ايه مضاد للاكسدة؟ في مواد اسمها الشوارد الحرة، دي بتدخل الجسم وبتضره، فلازم ناكل حاجة مضادة ليها عشان نمنع خطورتها. طيب هي ايه خطورتها اصلا بالنسبة للجسم؟ اول حاجة فهي بتدمر البشرة وبتقلل الكولاجين اللي فيها، وكمان بتعلي كوليسترول الدم الضار في الجسم اللي هو ال LDL، وبتدمر جدران الشرايين وبتعمل التهابات وحب الشباب، وبتكون سبب من اسباب اعوذ بالله السرطان. وايه كمان؟ البيتا كاروتين هو المادة الخام اللي بتتحول في الجسم لفيتامين A او فيتامين أ. ممكن ناخد الفيتامين A من مصدرين، حيواني زي الكبدة مثلا، ونباتي ده اللي هو ممكن عن طريق البيتا كاروتين. وطبعا بناخد كل الفايدة بتاعت فيتامين A زي البشرة النضرة او النظر او العظام والمناعة. ده غير ان الجسم بيحول اللي محتاجه من بيتا كاروتين لفيتامين A والباقي بيخلص منه، ودي حاجة كويسة عشان كتر فيتامين A في الجسم غلط، وكده كده الجسم مش بيوصل للحالة دي في الأكل الطبيعي. دايما الجسم بياخد كفايته وبيرمي الباقي، لكن ممكن يوصل لو اعتمدنا على الفيتامين A من مصادر خارجية كمكملات غذائية، وده طبعا غلط أو كتره غلط. مصادر البيتا كاروتين الطبيعية أحسن بكتير من المكملات عشان ما ناخدش كمية فيتامين A كتير ممكن تضر جسمنا. في دراسات بتقول إننا لو أخدنا البيتا كاروتين 4 مرات على مدار اليوم هيكون فرص الإصابة بالقلب والسرطان قليلة بإذن الله، وفرص الحفاظ على القدرات الذهنية بعد تقدم العمر، وفرص الحفاظ على الرئتين بعد عمر طويل برضو إن شاء الله. ده غير إن من أهم فوائد البيتا كاروتين إنه بيمنع الشيخوخة وبيخلي البشرة نضرة وبيحافظ عليها من أضرار أشعة الشمس الضارة. في دراسة تانية في انجلترا اتعملت إن هما كانوا بيجمعوا شوية ناس في مكان وبيغذوهم بالبيتا كاروتين، وناس تانية كانوا عادي وبيعرضوهم للشمس أو بيخلوهم يعملوا تان. لقوا إن شكل الناس اللي واخدين البيتا كاروتين جذاب أكتر من الناس اللي واخدين تان في الصور، وأثبتوا إنك لو انتظمت على البيتا كاروتين لمدة أسبوع فهتحس بفرق ملحوظ في الجلد والبشرة.
الجرعة اليومية للبيتا كاروتين بتكون 10 جرام بير داي أو يوميا. دي تعتبر حاجة صغيرة جدا ممكن ناخدها بسهولة. فمثلا عندك البطاطا الحلوة، 100 جرام منها فيها 107% من احتياجك اليومي من البيتا كاروتين. يعني لو أكلت 100 جرام بطاطا يبقى أنت كده سديت احتياجك من البيتا كاروتين. ونفس الكلام عندك الجزر، 100 جرام منه فيه 77% من احتياجك اليومي. والسبانخ فيها 50% من احتياجك اليومي. والقرع فيه 42%. والمشمش فيه 15%. الكنتالوب فيه 19%. والبروكلي فيه 9%. والخس فيه 49%. والبسلة فيها 7%. والفلفل 14%. طبعا كل الأرقام دي 100 جرام من كل حاجة. ممكن كمان نستفيد لو عملناها عصير، عشان العصير بيكون سريع الامتصاص في الجسم. البيتا كاروتين هو المادة الأولية لفيتامين أ، لكن هو مش فيتامين أ، فلذلك البيتا كاروتين بيكون آمن جدا للحوامل بعكس فيتامين أ. ففيتامين أ ممكن يؤدي إلى تشوه الجنين في فترة الحمل. من مميزات البيتا كاروتين إن مصادره دايما أو أغلبيتها بتكون من المواد النباتية، عكس فيتامين أ اللي مصادره معظمها من المواد الدهنية زي الزبدة. شوية تحذيرات قبل تناول بيتا كاروتين عن طريق مكمل. بالنسبة للناس المدخنة، في دراسة فرنسية قالت إن الناس المدخنة وفي نسبة عالية من البيتا كاروتين في جسمهم فدول أكتر الناس عرضة لسرطان الرئة. والناس اللي مش بتدخن أقلهم عرضة، ولكن لو في أدوية صحية مع المكمل ممكن يكون غلط على الجسم. عشان كده لازم نرجع لطبيب تغذية قبل تناول مكمل البيتا كاروتين، أو ناخد الفايدة من الطبيعة اللي ربنا خلقها. الخلاصة: فوائد البيتا كاروتين كتير جدا وسحرية على البشرة والمناعة، وكمان في وقت قليل جدا. مش بس مفيدة للرياضيين أو للشباب، لأ، ممكن لأطفالنا عشان المناعة والجلد، وللناس اللي سنهم كبيرة عشان أمراض الشيخوخة وأمراض القلب والذاكرة. ربنا يديهم طولة العمر يا رب. كل الفوائد دي ممكن ناخدها من مكمل، بس لازم تحت إشراف طبيب أو من مصادر طبيعية، ودي أحسن حاجة طبعا، خصوصا إن الجرعة المطلوبة اليومية مش كبيرة أوي. وكمان البيتا كاروتين تعتبر موجودة في حاجات كلنا بنحبها. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ودمتم في رعاية الله.